اهلا بيكم في قناه فيلم قديم. لو لسه مشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد. قصة الفيلم بتدور حول عاصم، كاتب ومؤلف الروايات، واللي متجوز من ميريهان، واللي دارسة علم النفس، وعندها أخت اسمها سلوى اللي لسه بتدرس في الجامعة، ومخطوبة لمحيي صاحب عاصم واللي بيشتغل دكتور نفسي. بنكتشف إن سلوى عايشة مع أختها وجوزها وسايبين أمهم عايشة لوحدها وقليل لما بيزوروها. بيسافر عاصم اسكندرية عشان يقدر يألف روايته الجديدة، وبيفاجأ بواحد غريب داخل عليه الفيلا بيعرفه بنفسه إن اسمه عماد، وإنه بقاله سنة بيحاول يقابله، وطبعا عشان هو كاتب مشهور فده كان صعب جدا. وبيدعي الشخص ده إن كل اللي بيكتبه عاصم من بنات أفكاره هو، مش نابع من فكر عاصم. وبيستدل على ده بنظرية التخاطر والاتصال الذهني بينهم هما الاتنين. وفضل يقنعه إنه لما بيفكر في جملة واحدة بيكتبها عاصم، ولما بيوقف تفكير بالتالي عاصم مبيبقاش قادر يكتب. وعشان يأكد له قال له آخر جملة هو كتبها في الرواية قبل ما يستكملها، وقال له اسم الرواية اللي هو لسه ما كتبوش ولا صرح بيه. وبيهدده عاصم إنه هيبلغ عنه. وبيفضل عماد كل شوية يلاحقه في كل مكان بيروحه، وبيتصل بيه ويفضل يقنع فيه بالأدلة. وبيحكي عاصم الموضوع لمراته والجلاب الناشر المتعاقد معاه، ويوصل الجلاب الموضوع لمحيي، ويفسر محيي الحالة لعاصم. ومريهان بتكون شاكة إن الحالة دي حقيقية، بتصرح بالكلام ده لأختها. لحد ما بيروح عاصم لعماد في بيته ويوريله عماد الدليل المادي على كلامه زي ما عاصم طلب. وبيقتنع عاصم أول ما بيشوف الورق اللي مكتوب بخط إيد عماد، وبيكون عبارة عن كل كلمة كتبها عاصم في الرواية. فبينهار عاصم وبيكتئب، وتاني يوم بيتصل محي بمريهان ويقول لها تكون جنب عاصم الفترة دي لأنه في حالة يأس وممكن يقتل عماد أو يحاول الانتحار. وبتنام ريهان واللي دايما بيجيلها كوابيس في نومها عن يوم قتل باباها على ايد مامتها وعشقها عزمي واللي اتجوزته بعد موته. وبتحلم بكوابيس عن يوم قتل عزمي جوز مامتها. وبعد ما خلص عاصم الرواية اتصل بيه عماد وطلب منه يجيله، ولما راح له وراه انه خلص الرواية، ووراله ان حتى الكلمات المشطوبة هي لان هو اللي بيكتب مش عاصم. ورجع عاصم من عنده بحالة اكتئاب كبيرة جدا، وقفل على نفسه باب اوضته وفضل كتير جدا، فاضطر محي يكسر باب الأوضة عليه ولقاه منتحر. وفي تحقيقات النيابة مع ميريهان اكتشفوا إن عاصم انتحر بسم السيانور، وده السم اللي اتقتل بيه عزمي جوز مامتها اللي اتجوزته بعد موت باباها خلفت منه أختها سلوى. وإنهم في الأول اعتقدوا إن عزمي انتحر، بس بعد كده اتأكدوا إنها جريمة قتل، بس أيدت الحادث ضد مجهول. كان عزمي قبل ما يموت سايب جواب زي عاصم، بس جواب عاصم بيدل إنه بيهرب من الموت مش إنه عايز ينتحر. وبتقرر النيابة فتح ملف قضية عزمي لأنهم شايفين إن عاصم اتقتل والقاتل في القضيتين فاعل واحد. وبيقدر المحقق يوصل لعنوان عماد عن طريق ميريهان وحقق معاه. ولما سأله إذا كان يعرف عزمي أنكر إنه يعرف حد بالاسم ده. وفي التحقيق مع سلوى اكتشف إن عماد كان خاطبها، وإن باباها طرده لأنه كان طمعان في ثروته، وإن ميريهان هي اللي كشفت إنه نصاب ففسخوا الخطوبة. وفهم المحقق إن عماد قتل عزمي والد سلوى وقتل عاصم جوز ميريهان، وبكده يكون انتقم من ميريهان وسلوى. واتأكد المحقق من سلوى إن عماد ما كانش كاتب ولا عمره ألف روايات. في المشهد اللي بعد كده بنلاقي عماد راح يقابل مريهان في بيتها وبيطالبها انهم يتجوزوا، وانها قالت له انها بتحبه، فبتقول له انا كنت بخدعك وما تسالنيش قتلت عاصم ليه لاني برضه معرفش. وبنكتشف ان كل اللي قام بيه عماد مع عاصم كان من تخطيط مريهان. وبيقول لها انها ضيعت ثروه سلوى من ايده، والمفروض دلوقتي يتجوزوا وتتقسم ثروه عاصم ما بينهم زي ما اتفقوا، بس هي بترفض. فبيهددها انه هيروح النيابه ويعترف عليها، فبتقول له انه ما عندوش دليل ولا حتى يعرف طريقه قتلها ليه. وهو بيفتح الباب عشان يمشي بيشوفوا مامتها واختها وهم داخلين، وبتكون مامتها مستغربه ان عاصم يموت بنفس الطريقه اللي مات بيها عزمي. فبتسالها مرهان عن قتل ابوها، فبتنفي مامتها انه اتقتل، بتتهمها بقتل عزمي وبتنهار لانها كانت بتحبه جدا. ولما بتسالها سلوى هي فعلا اللي موتت باباها، فبتعترف ان هي القاتله، وعملت كده عشان تعذب مامتها وهي عارفه قد ايه هي كانت بتحبه. وعملت كده عشان معتقده ان الام هي اللي قتلت باباها وشايفاها ست خاينه، وانها ما قتلتهاش هي عشان ما ترحمهاش وتسمم حياتها زي ما حياتها اتسممت بقتل ابوها. وبيعترف عماد على مريهان، فبيروح المحقق لمريهان وبيطلب منها تكتب جواب للمحافظة بشرح طبيعة العلاقة بينها وبين عماد. وبعد ما بتحط الجواب في الظرف ما بتقدرش تبل طرف الظرف ببقها، فبياخده منها المحقق وبيقول لها انه عارف ان السم على طرف الظرف. وبسبب كده عاصم وعزمي كل واحد منهم مات بعد ما كتب الجواب مباشرة، وبيتم القبض عليها. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. تحياتي ليكم برهام حشاد.